فلو انت طالب في كليه حاسبات او طالب في كليه هندسه، الجهاز ده ركز قوي على مواصفاته، لان فعلا هيكون مهم ليك وهيكون فعلا اختيار مناسب. قبل اي حاجه وقبل ما اقول لك اي مواصفات، تعالى بس كده اكلمك على الحاله اللي دايما بنحاول نخلي بالنا منها. الجهاز باين قد ايه واضح ان هو يعتبر جهاز جديد زيرو، بس طبعا احنا بنتعامل دايما ان احنا بنختار الحاجه دي لنفسنا قبل ما نختارها للعملاء بتوعنا. فعشان كده مهم جدا الجوده بتاعت الحاله، وان يكون الجهاز فعلا ما تمش استخدامه بشكل كبير، ويكون كل التفاصيل بتاعته مميزه من الحواف، وحتى كمان المخارج تبقى شكلها باين ان الجهاز فعلا مش مستخدم، وكل الاجزاء بتاعته الداخليه. اهم من كل ده كمان بقى مع كل ده اختيار الفئه. الزد بوك افضل اختيارات الورك ستيشن بالنسبه للاتش بي، عشان بتاخد فعلا خامات هي الاحسن، وتبريد هو الافضل، وكمان بوزن خفيف جدا وسليم تقدر تتحرك بيه. فلو انت طالب في كليه حاسبات او طالب في كليه هندسه، الجهاز ده ركز قوي على مواصفاته، لان فعلا هيكون مهم ليك وهيكون فعلا اختيار مناسب. كور اي 7 الجيل ال 11 11850 اتش مع 24 كاش وكمان 8 كور. يقدر الجهاز ب 32 جيجا رامات ومع 1 تيرا ام في ام، انت مش محتاج اي حاجه. جهاز طبعا جايب الكارت الشاشه الافضل انفيديا ار تي اكس اي 2000 4 جيجا. طبعا الشاشه زي ما انت شايف اي بي اس، شاشه مميزه جدا، الفينجر برينت مع الفيس اي دي مع الامبت لايت، وكمان الفريم الصغير جدا مع البانج اوف ليسن والسماعتين السبيكر اللي هتاخدهم من الجهاز. الجهاز ده طبعا جاي متوفر في منتج ستور. ومش بس كده، احنا الفتره الجايه ان شاء الله ايا كان الجهاز اللي انت محتاجه، ايا الجهاز اللي انت بتدور عليه، كلمنا او سيب لنا بس اسم الجهاز واعمل لكم مفاجاه. استنونا، تابعونا ان شاء الله.